السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم علمني بما تنفعني وانفعنا اللهم بما علمتني وزدنا علما. إن شاء الله هنبتدي كورس جديد مع بعض بعنوان Image Processing، معالجة الصور. خلونا نعرف يعني إيه معالجة الصور. إن شاء الله في السيشن دي هناخد أو هنعرف Image Processing وهنقارنها بحالة اسمها Computer Vision، وعندنا حالة اسمها Image Representation، وعندنا حالة اسمها Image Processing Software. فخلونا نعرف كل واحدة بالتفصيل. إيه الإيمج بروسيسنج؟ بيقول لك هو تكنيك، تمام، لتعديل وتحليل الصورة، سواء كانت 2 dimension أو 3 dimension. تمام. بيقول لك من استخدامات الإيمج بروسيسنج في الصور طبعا أو التصوير عموما، في الميديسن، الطب، في الروبوتات. تمام. بيقول لك الإيمج بروسيسنج ده تول بوكس، هو أداة let you enhance، تحسين، فلتر، تحط فلتر على الصورة، دي نويز، تشيل النويز دي، شايف الصورة دي اللي تحت؟ تمام. ريجستير، تحط صورتين على بعض. and segment image، تقطع الصورة مثلا لكذا حتة. تمام. بيقول لك الايمج بروسيسنج is a like magic wand. يعني ايه؟ يعني كأنك معاك عصاية سحرية كده، تحطها على الصورة مثلا الحتة دي، تعمل لك enhance، تحسن لك جودة الصورة، تعملها في المكان ده، تشيل لك الدي نويز اللي فيها. تمام. بيقول لك الايمج بروسيسنج ده مقارنة بحاجة اسمها كمبيوتر فيجن. زي ما عرفنا الايمج بروسيسنج هو تعديل وتحسين الصورة. ايه بقى الكمبيوتر فيجن ده؟ بيقول لك مثلا لو انت عندك صورة والصورة دي فيها بحر، والبحر ده فيه مركب، والمركب ده عليها ناس بيصطادوا مثلا، فهو ايه، الكمبيوتر بيحدد لك الاشياء اللي موجوده في الصوره. يقول لك ده في بحر، ده في مركب، في ناس، في سمك، في كذا شبكه. فهمت؟ ده بيطلع لك الحاجات الاساسيه في الصوره نفسها. اما الايمج بروسيسنج دي معالجه الصوره، تحسين بقى، او الفلتر، او الدي نويز، وهكذا. تمام. الايمج ريبريزنتيشن عندنا 3 انواع منهم. ايمج تايبس، عندنا نوع اسمه باينري، والجري سكيل، والكالر. الباينري ده جاي من معروفة، يعني الزيرو والوان. الزيرو بيبقى اللون الأسود، تمام، والواحد بيبقى اللون الأبيض. فطبعا احنا عارفين إن الصورة بتبقى مجموعة صور صغيرة خالص، كل صورة منها زي دي كده مثلا، ده يعتبر بيكسل. البيكسل ده لون واحد، فمجموعة الصور الصغيرة دي أو البيكسلات الصغيرة دي بتكون لك الصورة الكبيرة. تمام. فاحنا عرفنا الباينري ايمج. الجري سكيل بقى ده بيبقى عندنا من الزيرو ل256. الزيرو بيبقى اللون الأسود، 256 بيبقى اللون الأبيض، اللي بينهم ده الجري، ده اللون الجري بدرجاته بقى. الار جي بي ده بيبقوا 3 ألوان، ريد، جرين، بلو. تمام. كل لون من 0 ل256، وعلى حسب التقسيمة بتاعت الأرقام بيطلع لك لون معين. يعني لو كتبنا مثلا 256 0 0 هيديك أحمر بس، لو كتبنا 0 256 0 هيديك أخضر بس، وهكذا. تمام. عندنا كمان حاجة اسمها Image Processing Software. احنا دلوقتي جبنا الصورة، ازاي هنعملها بروسيسنج؟ كده هنشتغل على برنامج اسمه الماتلاب. تمام. ده بيقول لك فيه أدوات كتير، وهو نظام مش بس للصور، لحاجات تاني. فاحنا استخدامنا في الكورس ده عن الصور بس. تمام. وهنعرفه بالتفصيل إن شاء الله. بيقول لك dealing with MATLAB interface current folder. دي الحاجات اللي موجودة في الواجهة بتاعة الماتلاب. editor، workspace، command window. تمام. workspace show variable and variable or variables. نعرف كل حاجة بالتفصيل إن شاء الله. بيقول لك الميثود of writing code and in MATLAB. command window، تمام، differ between code، differ اللي هي اختصار different يعني between code والسيميكولن and without.
لو كتبت الكود بتاعك في الماتلاب بالسيمي كولون هيشتغل بس مش هيظهر معاك في الcommand window. طب لو شِلت السيمي كولون هيظهر معاك في الإيه، في الcommand window. الscript ده مكان الrun بتاعك، بتعمل run منه على الشاشة بتاع الscript، والfunction دي function بتكتبها بس بتعمل لها إيه call زي أي function عادية بناخدها. تمام؟ بيقول لك بقى useful MATLAB function and mention. يعني عندنا function اسمها imread دي بتقرا الصورة، imshow دي بتعرضها، هنعرفها بالتفصيل إن شاء الله مع بعض. والclear والCLC كل ده هنعرفه مع بعض. وبس كده، دي كانت الintroduction بتاعتنا النهارده عن الimage processing، وإن شاء الله المرة الجاية هنفتح بقى الماتلاب ونبتدي إيه نعمل أول project عملي معانا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.